عليكم. عندنا خبر مهم قوي، مالك نادي بيراميدز الجديد. بس قبل ما اكمل الريل تابعونا وشير، واللي مش متابعنا هيتابعنا. بيراميدز المالك بتاعه بيعلن في بيان ان هو هيصفي الاستثمارات اخر السنه. طب ليه يا عم قبل نهائي الكاس ب3 ايام وانت في الكونفدراليه في دور الثمانيه؟ يمكن الموسم ده ربنا ينفخ في صورتك، لكن واضح ان في مشاكل من جوه كتير. قال لك بقى ايه، نصدرها قبل نهائي الكاس ب3 ايام، وان الاستثمارات هتنسحب من مصر، وشكل المناخ الرياضي وحش، والدوله بتخدم على الاهلي، والناس واضح ان عندها حرقان شويه بعد تجربه الجمهور ما نجحت. زي ما الجمهور دخل للاهلي، الجمهور هيخش الانديه كلها، الانديه الشعبيه زي الزمالك والانديه كلها. لكن واضح ان الناس كل ما تحس ان انت بتطلع قدام خطوه، الناس بترجع ورا خطوه، عشان حكام مصريين هيديروا الفاينل مش حكام اجانب. طب انت اعتراضك في ايه يعني؟ انت مستهدف في ايه يعني؟ الحكم المصري زيك زي النادي الاهلي ولا اتحاد الكوره، قال لك بحكام مصريين، وهيسري عليك هيسري على الاهلي. فواحد يعني، ما انتش بتنافس على كاس مصر المره ال50. انت عايز عداله، العداله هتبقى موجوده. لكن شغل القمص ده باين قوي من مين يعني؟ تخلص من الاسماعيلي، من الزمالك هنا، عندك الهلال السوداني بره، يعني الاهلي محاط تقريبا يعني بالمنافسين الجمال، يعني ما علينا. لكن خليني اقول لكم، المالك الجديد بتاع نادي بيراميدز التكهنات كلها اول ما زاد رسي على مين؟ المعلم جعفر العمده ومراتاته الاربعه، ان شاء الله هم اللي ايه، هيديروا ادارات النادي ان شاء الله. وبالتوفيق لنادي بيراميدز في اللي جاي ان شاء الله. هنشوف اسمه الجديد هيبقى ايه.